طارق ثابت هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي بعد الأداء المتميز للفريق أمام فريق اتحاد المنستيرين، لكن الجمهور يطالب بمدرب أجنبي للفريق وهذا رأيي في الموضوع. عبد الحق بن شيخة وفان دين بورغ مدرب الجيش الملكي المغربي السابق وكذلك بيستو موسيماني كانوا مرشحين بقوة لتدريب فريق الترجي الرياضي التونسي في الفترة الحالية، لكن حمد المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي قرر منح الثقة للمتميز طارق ثابت لأنه يعرف كل كبيرة وصغيرة على النادي وكذلك أثبت أنه قريب جدا من اللاعبين. حمد المدب اتخذ القرار الصحيح لأن الترجي عبر التاريخ لم تنجح ولن تنجح في المستقبل إلا مع ابن النادي، ولا يوجد أفضل حاليا من طارق ثابت لتدريب الترجي الرياضي التونسي. الترجي دولة.